بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في مطبخ أم رحاب وفي حلويات العيد إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة العرايش، يعني وصفة تقليدية ولكن يعني بعجينة يعني شوية ان بو ديفيرون. لهذه الوصفة نحتاج إلى 3 كيلات فرينة، قرصة تاع ملح، كيلة ونص تاع سمن، يعني الكيلة اللي عبرتي بها تكملي بها، وعندنا كيلة مزيج بين الماء والماء الزهر، عندي شوية تاع لافاني مغرف صغيرة، وعندي هنا مزيج بين حبة بيض والبيض. نبداو الطريقة على بركة الله تعالى. الآن نخلط السمن تاعنا لافاني، يعني غادي تشوفي تقولي راهي جارية مي ما تخافش منها. لازم الكيل اللي تكيلي به الفرينة تكون شوية معمرة، انا خاطر لولا ما عمرتهاش مليح يعني زدت حوالي ملعقتين كبار. الان يعني راهي بهذا الشكل، نضيفوا لها مزيج الحليب مع البيض ونبداو نخلطوا بشويه. كما راكم تشوفوا راهي بدات تنجمع لنا العجينه، تخافوش منها. يعني هنا غلط، يعني مزيج بين الماء والماء الزهر مشي للعرايش تاعنا. غادي نلموها بالبيض والحليب. هذه مازالت مخصوصه، يعني شفتوها كانت جاريه بزاف، الان يعني راهي بدات تتلمن، مازالت خصها. يجي بصراحة يعني هادو العرايش يجو ما شاء الله، يجو روعة، يجي يجو في الفم ما يجوش قاصحين. يعني كل سيدة كما نقولوا دائما الفرينة تاعها تشرب. باغ اكزومبل هادي انا خاصها نزيدها، يعني اذا كانت هذه الكميه ما قدرتكش تاع الكيله تاع الحليب مع البيض حبه بيض، يعني تكملي بالماء او الماء الزهر. هاي تصبح العجينه عندنا بهذا الشكل كما هاك. نغطوها ونخلوها ترتاح حوالي 20 دقيقه ونرجعوا لها فيما بعد. وهايله يعني الكيله تاع البيض مع الحليب شبقى لنا منها. الان نحضروا الحشو تاعنا. عندنا 3 كيلات تاع مكسرات، اي نوع كان عندك، اللوز، جوز، فول سوداني، كاوكاو، اي نوع كان عندك. وعندنا هنا القارص يعني لوزاز دو سيترون، ونزيدوا له هنا كيله تاع سكر. انا بويسك غادي نديروا لها الطليه من بعد نقصت لها قد كما نقولوا اسبوع بهذا الشكل. ونضيفوا لها الماء الزهر، نلموها بالماء الزهر، نروحوا معاه بشويه. ها هي تجيب هذا الشكل كيما هاك. خلوها تجيه ونرجعوا فيما بعد. الان نجيبوا يعني ميزان، لا عندك ميزان توزنيها حوالي 40 غرام بهذا الشكل كيما هاك، ولا ما كانش عندك يعني تحليها بطريقه عاديه وتجيبي لون بورتو بياس وتقطعي الحبه تاعك كيما حبيتيها، كبيره ولا صغيره. بالنسبه ليا هنايا درتها حوالي 40 غرام، والحشو نديروه حوالي من 12 حتى 15 غرام. وبالنسبه الحشو عفوا، اذا حبيتي يعني تحليها بطريقه تقليديه بلون بورتو بياس، يعني ديري حوالي ملعقه كبيره تاع لافاس. الان نجيبوا حبات العجينه تاعنا نحلوها بهذه الطريقه. عندنا 2 طرق، يا اما نكوروا هذه حوالي ملعقه صغيره او 15 غرام، نخلقوا عليها بهذا الشكل كيما هاك.
نصوروها كيما هاك. باش نديرو نجيبو اصبعنا هنا ونزيدو هنا بهذه الطريقه ونبداو نطلعو في الحبه تاعنا. هذه الطريقه يعني جديده، نديروها كيما هاك ونبداو نسقمو في الحبات تاعنا. بهذا الشكل نبداو نسقمو فيهم هذه الطريقه. يا اما نجيبو الطريقه التقليديه، نديرو حرف، نديروها بهذا الشكل إكغيك أو تي من هاك، ونجيبو في هاد الأطراف نلموهم بهذه الطريقة، يعني نقفلو عليها مليح ونبداو نعدلو فيهم كما حبيتي الطريقة الأولى، حبيتي هذه الطريقة يعني هذه الطريقة أسهل للمبتدئات. هذا الشكل، هذه الطريقة يعني نجيبو بهذا الشكل، نبداو نجبدو ونطلعو من الفوق بهذه الطريقة. وهذه يعني الطريقة التقليدية تعلمنا عليها كاع. نديرو على شكل حرف تي أو إيكغيك بهذا الشكل ونقفلو مليح باش ما تخرج لناش لافاغس. نبداو نجبدو في الأطراف هذا الشكل. الان بعد ما كملت الكميه تاعي ندخلها للفرن، وكل سيده ادرى بالفرن تاعها على 170 180 درجه، نخلوها من 15 الى 20 دقيقه. من بعد نخرجوها ونخلوها تبرد باش نديرو الكلاصاج مع بعض. رجعنا اخواتي، يعني هي الحلوى تاعنا بعد ما طابت، هي لا تجي رائعه. الان نديرو الكلاصاج تاعنا. الكلاصاج نحتاج الى بياض بيضه، نحتاج الى فنجان صغير كي من هذا تاع ماء، ونصف ماء الزهر، يعني هذا الكلاصاج يجي رائع. نصف ماء الزهر والربع تاعو عصير الليمون جو سيترون. نعاودو بياض بيضه مع فنجان تاع ماء، نصف تاع ماء الزهر وربعو تاع عصير ليمون او جو سيترون. نبداو نضيفو في السكر تاعنا، يعني لازم تكوني يعني مغربلاتو او فوتاتو في لاباسوار، يعني حتى يعقد لنا هذا السكر نحبس. ها هو يعني الكلاصاج تاعنا يجيب هذا القوام كيما هاك. نخلو الحلوى تاعنا حتى تبرد تماما، يعني عاد باش نكلاصيو الكاطو تاعنا. واي لون تحبي ديريه. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يبرد الكاطو ونشوفوا كيفاش نكملوا مع بعض. الان يعني انا نديرو لها في الكلاصاج. انا اخترته باللون البنفسجي، وانتي كيما حبيتي ديريه يعني يجي بهذا الشكل الكلاصاج تاعنا. والتزيين يبقى اختياري، لازم يعني ديروا لاكغي باش يجيك العمل تاعك يعني نظيف وبروبر. ندخلوها مليح كيما هاك ونجبدوها بشويه. والتزيين كيما حبيتي، يعني الطوابع راهم في الجزائر يعني جميع الدول يعني ما شاء الله، كيما حبيتي تزينيها زينيها.
نكملوا بهذه الطريقة حتى نكملوا جميع الكمية اللي راهي عنا. كما قلت لكم يعني التزيين يبقى اختياري، يعني تحبي ديريها بلا بات داموند، باي حاجه تحبي يعني ديكوري لو غاتو تاعك ديكوري بيه. ان شاء الله انا نكمل ونتلاقاو ان شاء الله فيما بعد باش نشوفوها في طبق التقديم.